السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هناخد تاني درس عندنا بعنوان المصادر الأولية والمصادر الثانوية. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقولك يا سنة رابعة عشان نعرف أي معلومات بنعرفها من خلال حاجتين، حاجة اسمها المصادر الأولية وحاجة اسمها المصادر الثانوية. طيب تعال احكي لك كده حدوتة صغنونة عشان تعرف تميز ما بين الاتنين. المصادر الأولية بيقولك النهاردة وانا ماشية في الطريق يا سنة رابعة شفت حادثة كبيرة. ايه اللي حصل؟ عربيتين خبطوا في بعض. فانا جيت قلت لك الحق يا سنة رابعة، ده النهاردة كان في حادثة كبيرة وعربيتين خبطوا في بعض. طيب انا اسمي ايه كده؟ اسمي مصدر اولي. ليه؟ لاني انا شفت الحادثة وانا كنت موجودة وقتها وجيت حكيت لك، يبقى انا اسمي مصدر ايه؟ اولي. انت رحت حكيت لمامتك وقلت لها الحقي يا ماما، ده النهارده كان في حادثة كبيرة عربيتين خبطوا في بعض. انت شفتها؟ لا ما شفتهاش. امال عرفت الكلام دوت منين؟ عرفته مني انا. يبقى انت اسمك كده مصدر ثانوي. اسمك ايه؟ مصدر ثانوي، عشان انت ما كنتش موجود وقت الحدث بس سمعت الكلام دوت من المصدر الايه؟ الاولي. فهمت كده الفرق بين الاتنين؟ يبقى المصدر الاولي ناس كانت موجودة وشافت الحدث او شاركت فيه. طب المصدر الثانوي لا، ما كانوش موجودين بس سمعوا عنه من المصدر الايه؟ الاولي. سهلة كده؟ طب تعالوا نحفظها بقى بالتفصيل. المصادر الأولية بيقولي تعريفها ايه يا سنة رابعة؟ هي كل ما تم نقشه أو تدوينه. يعني ايه؟ أيام الفراعنة ما كانوش لسه بيعرفوا يكتبوا، فكان كل حاجة في حياتهم بيحبوا يسجلوها، فبيعملوا ايه؟ يروحوا يرسموها على المعابد أو ينقشوها على الحيطة، فده اسمه نقش. شوية شوية عرفوا الكتابة فابتدوا يدونوا، ابتدوا يكتبوا، يبقى ده اسمه نقش أو تدوين. يبقى هنقول المصادر الأولية هي ايه؟ كل ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص عصروا الحدث، يعني ناس كانت موجودة وقت الحدث أو شاركوا فيه أو هم اللي عملوا الحدث دوت، ويرتبط بزمن وقوع الحدث، يعني كانوا موجودين وقت الحدث. طيب نحفظها ازاي؟ ده كده كبيرة وصعبة. لا تعالى نغنيها مع بعض عشان نحفظها. يلا قول ورايا. كل ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص عصاروا الحدث أو شاركوا فيه. دي اسمها المصادر الإيه؟ الأولية. نقولها تاني. يلا. كل ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص عصاروا الحدث أو شاركوا فيه. ده المصادر الإيه؟ الأولية. طب تعالوا نروح على المصادر الثانوية. بيقول لي ايه تعريفها؟ هي كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل. كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل. دي تعريف المصادر الايه؟ الثانوية. عاوز تبقى شطور وتكمل وتقول وتعتمد على المصادر الأولية تبقى ممتاز. عاوز تقف لحد زمن طويل تبقى شطور، اللي يعجبك. نقولها تاني. يلا. كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل. دي المصادر الايه؟ الثانوية. فيها حاجة كده صعبة؟ طب يلا سمعوني كده ايه تعريف المصادر الأولية. شاطرين ممتازين. طب يلا قولوا يلا المصادر الثانوية. ممتازين. طيب تعالوا نعرف ازاي نميز ما بين الاتنين. بيقولي المصادر الأولية والمصادر الثانوية هما الاتنين دي مصادر لتوثيق المعلومات والأحداث، يعني دي الاتنين دول بنعرف منهم الايه؟ المعلومات والأحداث. طيب ايه كمان؟ بيقولك المصادر الأولية دي بتبقى أكثر دقة. ليه؟ لأن الناس اللي كانوا عايشين في الوقت دوت هما اللي بيقولوا الكلام دوت، فكلامهم بيبقى مظبوط، فده بقول عليها بتبقى مصادر بتبقى ايه؟ أكثر دقة ومعاصرة للأحداث، يعني كانوا موجودين وقت الايه؟ الأحداث. طب المصادر الثانوية بتقولي ايه بقى هي المميزة اللي بتميزها؟ بيقولي متوفرة ويسهل الحصول عليها، يعني موجودة كتير جدا يا سنة رابعة. يبقى نقول تاني المصادر الأولية اللي بيميزها ان هي ايه؟ أكثر دقة ومعاصرة للأحداث. طب المصادر الثانوية اللي بيميزها متوفرة ويسهل الحصول عليها. طيب تعالوا ناخد أمثلة للمصادر الأولية وأمثلة للمصادر الثانوية. المصادر الأولية ليها أمثلة زي إيه؟ أول حاجة الصور. تاني حاجة النقوش على المعابد.
تالت حاجة البرديات، الورق اللي كانوا بيكتبوا عليه الفراعنة. رقم 4 الوثائق الرسمية زي مثلا الجرانين لو تسمعوا عنها. 5 أفلام تسجيلية، لو جبتلك فيلم عن حرب 6 أكتوبر وهما بيحاربوا وبيشيلوا الدبابات والمدافع وبيحاربوا، يبقى ده اسمها مصادر أولية. ايه كمان؟ كتابات المؤرخين، يعني المؤرخين لما بيكتبوا كتب، الكتب بتاعتهم بتبقى مصادر أولية. ايه كمان؟ الخطابات، لو جبتلك خطاب لرئيس هو اللي كان بيقوله بنفسه، يبقى دي اسمها مصادر أولية. نقولهم يلا تاني: صور، برديات، خطابات، النقوش على الآثار، أفلام تسجيلية، كتابات المؤرخين، وثائق رسمية. طيب دول كتير، طب تعالوا نشوف كده المصادر السنوية. هم 4: الكتب والموسوعات، الموسوعات دي بتبقى شبه الكتب بس بتبقى كتاب كبير جدا جدا. المقالات، ده لو واحد صحفي وبيكتب حاجة في الجورنال فبيبقى اسمه مقال. اخر حاجة ابحاث، الابحاث دوت لما اقولك اعمل لي بحث عن الاهرامات فده اسمها ابحاث. فدول 4 مصادر ثانوية نحفظهم، واي حاجة غيرها هتبقى مصادر اولية. طب نقولهم تاني: كتب، مقالات، موسوعات، ابحاث. قولهم يلا تاني سنة رابعة: كتب، مقالات، موسوعات، ابحاث. دول مصادر ايه يا سكر؟ ثانوية. اي حاجة شفتها غيرها تبقى مصادر أولية. سهل كده على نفسك عشان ايه تعرف تحفظ. طيب تعالوا ننتقل لحاجة تانية، وهي حاجة اسمها الحقيقة والرأي. الحقيقة يا سنة رابعة بأبسط حاجة كده بقولك ان دي معلومات مظبوطة 100%، مفيهاش اي حاجة غلط. طيب والرأي ده رأيك انت، ممكن رأيك دوت يبقى صح، ممكن يبقى غلط. طيب تعالوا كده نحفظ التعريفات بتاعتها. الحقيقة بيقولي ايه تعريفها؟ هي معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد منها. نقولها تاني يلا: هي معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد منها. دي تعريف الإيه؟ الحقيقة، يعني كلام مظبوط 100%. طيب أديك مثال، أقول لك مثال عشان تعرف الفرق بين الحقيقة والرأي. الحقيقة بيقولك، أديك مثال: تقع مصر في قارة أفريقيا. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ طبعا حقيقة. طيب تعالوا نروح نشوف الرأي. ايه تعريف الرأي؟ بيقولي هو تعبير عما يشعر أو يفكر فيه الشخص تجاه موضوع معين. تاني يلا: تعبير عما يشعر أو يفكر فيه الشخص اتجاه موضوع معين، ده اسمه رأي. أديك مثال اقول لك مثلا الغردقة اجمل المدن المصرية. ده كده حقيقة ولا رأي؟ طبعا رأي، لان ممكن يبقى الاسكندرية اجمل منها. فالرأي دوت ممكن يبقى صح، ممكن يبقى غلط. فعشان كده بيقول لك اوعى تاخد بالرأي غير لما تتأكد من صحته، يعني ما تصدقش الكلام بتاع الرأي غير لما تتأكد من صحته. وبيقول لك خلي بالك يا سنة رابعة، اوعى تنشر معلومات انت مش متأكد منها. ليه؟ لان دوت يا سنة رابعة بيؤثر على استقرار المجتمع. يبقى ما ينفعش كده اسمع اي معلومة واروح انشرها غير لما اتأكد ايه منها يا سنة رابعة. ممتازين. طيب تعالوا نلعب لعبة صغنونة كده واشوفك صاحي ولا نايم. هقول لك حاجة وانت تقولي دي حقيقة ولا رأي. يلا هقول لك: مصر زادت اهميتها بعد حفر قناة السويس. دي حقيقة ولا رأي؟ شاطرين، حقيقة. اجي اقول لك مدينة الغردقة اجمل المدن المصرية. دي حقيقة ولا رأي؟ طبعا رأي. طيب اعلمك حاجة صغنونة كده تنفعك في الامتحان. لما يقول لك اجمل، اروع، احلى، يبقى ده رأي. لو جاب لك ارقام يبقى دي حقيقة. اقول لك ايه؟ اقول لك مثلا تبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ انا مش حافظ يا ميس عدد الناس اللي في مصر. هقول لك ما دام اداك ارقام يبقى دي على طول حقيقة. اوكي؟ طيب تعالوا ننتقل لحاجة تانية، وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي قناة السويس. قناة السويس دي يا ولاد دي ممر ملاحي وبتمشي فيه السفن، ودي بتربط بين بحرين مهمين عندي في مصر، وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط. حد يعرف البحر الأحمر موجود في أي اتجاه؟
شاطرين في اتجاه الشرق. طب البحر المتوسط؟ ممتازين في اتجاه الشمال. بيقول لك احنا حفرنا قناة السويس ديت عشان تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتمشي فيه السفن، وتعتبر أهم ممر ملاحي في العالم. قناة السويس دي احنا حفرناها سنة كام؟ سنة 1869. واللي حفرها يا ولاد سواعد المصريين، يعني ايدين المصريين، يعني المصريين هم اللي حفروها، بس كانوا معانا مهندسين جايين من فرنسا. يبقى اقول تحت اشراف مهندسين فرنسيين. بصوا كده الصورة اللي قدامكم ديت، دول المصريين اللي حفروها. طب والمهندسين كانوا فرنسيين. لما افتتحنا القناة ديت يا ولاد كانت حاجة كبيرة بالنسبة لنا وحاجة عظيمة. عملنا حفلة ودعينا إليها كل ملوك العالم. خلينا نعمل حفلة وعزمنا كل الملوك بتوع العالم، عشان هي قناة مهمة جدا جدا جدا. من كتر ما هي مهمة رحنا عملنا واحدة تانية جنبيها، تفريعة موازية، واحدة كده جنبيها عشان تمشي فيها السفن، واحدة تروح فيها السفن وواحدة ترجع منها السفن. وسميناها ايه؟ سميناها برضو قناة السويس، بس سميناها ايه؟ قناة السويس الجديدة. سميناها ايه يا سنة رابعة؟ ممتازين. ودي عملناها وافتتحناها سنة 2015. عملناها سنة كام؟ 2015. وبقت تمشي فيها السفن. يبقى احنا كده قناة السويس كده بقت تمشي فيها السفن في الاتجاهين. دي حاجة حلوة لمصر ولا حاجة وحشة؟ دي جميلة. لو جه وقال لك ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس، دي حاجة حلوة لمصر ولا حاجة مش حلوة؟ دي حاجة حلوة، دي زودت من التجارة الدولية لمصر. طيب هسألك سؤال كده يا سنة رابعة، قبل ما نعمل قناة السويس كانت السفن بتمشي ازاي؟ شاطرين. كان في ايام الفراعنة ملك عظيم جدا اسمه سونوسرت الثالث. اسمه ايه؟ سونوسرت الثالث. صورته قدامكم اهي. الراجل دوت فكر وعمل قناة بتمشي فيها السفن اسمها سيسوستوريس. اسمها ايه؟ سيسوستوريس. قناة سيسوستوريس دي بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بس لازم 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 يعدوا على نهر النيل. يعدوا على فين؟ نهر النيل. يبقى قناة سيسوستوريس دي قناة بتربط ايه؟ البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق ايه؟ نهر النيل. طيب القناة دي حديثة ولا قديمة؟ قديمة جدا، أيام الفراعنة. اللي عملها ملك اسمه الملك ايه؟ سونوسرت التالت. سونوسرت الايه؟ التالت. في حاجة كده صعبة؟ تهيألي الكلام سهل جدا. طيب بصوا كده قدامكم، دي كده شكل قناة سيسوستوريس. تعالوا كده أسألكم وأشوفكم صحيين ولا نايمين. لما أجي أقولك تم إنشاء قناة سيسوستوريس في عهد الملك مين؟ شاطرين، سونوسرت التالت. طيب قناة سيسوستوريس بتربط البحر ايه والبحر ايه؟ عن طريق ايه؟ شاطرين، تربط البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. ممتازين. طيب لو رحت لقناة السويس، اتحفرت سنة كام؟ 1869. بتربط بين ايه وايه؟ بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. طيب قناة السويس الجديدة اتعملت سنة كام؟ افتتحناها سنة 2015. طيب ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس؟ زادت من التجارة الدولية. فهمتوا كده؟ في حاجة صعبة في الدرس بتاع النهاردة؟ ودي كده شكل قناة السويس زي ما هي قدامكم كده. بصوا كده شكلها. طيب هنتكلم تاني عن قناة السويس وقناة السويس الجديدة بالتفصيل واكتر من كده بكتير في الدرس الثالث يا سنة رابعة. الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عليها بقى بالتفصيل، وهنتكلم عليها كلام اكتر من كده. بس النهاردة كده خدنا معلومات بسيطة خالص عن قناة السويس وقناة السويس الجديدة، عشان لما نخش في الدرس الثالث تبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه بالتفصيل. تمام كده يا سنة رابعة؟ طيب لو جيت وقلت لك ايه هي القناة اللي افتتحناها سنة 2015؟
قناة السويس الجديدة. شاطرين. طب ايه القناة اللي افتتحناها سنة 1869؟ قناة السويس. طيب تم حفر قناة السويس بسواعد ايه؟ سواعد مصرية تحت اشراف مهندسين ايه؟ فرنسيين. ممتازين يا سنة رابعة. في حاجة كده صعبة؟ في حاجة مش فاهمينها؟ اللي عنده اي سؤال يا سنة رابعة يكتبه تحت في التعليقات وانا هرد عليه. وما تنسوش تعملوا لايك وانتوا بتشتركوا تتفرجوا على الدرس دوت، واشتركوا في القناة عشان كل ما انزل اي درس جديد يجيلكوا اشعار وتتفرجوا عليه وتبقوا شاطرين. وهنخش على حاجة اخيرة خالص، وهي تقييم المعلومات. يعني ايه تقييم المعلومات يا سنة رابعة؟ يعني احنا في معلومات مفروض بنعرفها لما بنيجي نقرأ اي كتاب. ايه هي الحاجات اللي مفروض نعرفها؟ اول حاجة اسم المؤلف، اسم الشخص اللي هو كتب الكتاب. تاني حاجة نعرف تخصصه ومكانته العلمية، يعني الشخص اللي كتب الكتاب دوت هل هو دكتور في الجامعة ولا مدرس ولا لسه ما خلصت تعليمه. لازم نعرف مكانته العلمية. ايه كمان؟ هل المؤلف شارك في الحدث او عاصره؟ يعني المؤلف اللي بيكتب الكتاب دوت كان الاحداث اللي هو بيتكلم عنها ديت بيتكلم عن احداث هو كان عايش فيها ولا احداث ما كانش عايش فيها. طيب ايه كمان؟ نقارن بقى يا سنة رابعة، نجيب مثلا قرينا كتاب وقرينا والمعلومات اللي فيه حاسين اللي هي مش مقتنعين بيها قوي، نعمل ايه؟ نشتري كتاب تاني ونقرا الكتاب التاني ونقارن هل المعلومات اللي هنا نفس المعلومات اللي هنا ولا لا. فكده عشان نصدق المعلومات. كان في حاجة أخيرة يا سنة رابعة ومخليها للآخر عشان ما تلخبطكش، وهو بيقولك إن ممكن الكتب والمقالات تبقى مصدر أولي ومصدر ثانوي. إزاي؟ على حسب زمن كتابتها. يعني أنا لو جبتلك كتاب سنة 1850 ده مصدر أولي ولا ثانوي؟ طبعا مادام قديم يبقى أولي. طب لو جبتلك كتاب سنة 2024 يبقى ده مصدر إيه؟ ثانوي. يبقى فهمنا إزاي حسب الزمن اللي كتب فيه. كده الدرس بتاع النهارده خلص يا سنه رابعه. يا رب تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. ولو حد عنده اي سؤال يكتبوه تحت في التعليق.